فقت على صوت الدقان في الباب. بدات اختي المثاليه روان كتفيقني. فيقي ليان، وصل وقت الفياق. واش عرفتي شنو اليوم؟ هاد اليوم هو يوم الجحيم. تأوهت باش تفهم بانني فقت. نضت جلست على فراشي، هزيت عيني للساعه نشوف شحال كان وعينيا مغمضه. شفت كان الوقت تقريبا 7:30 ديال الصباح. تحركت من بلاصتي ومشيت للحمام. لقيت نظرة على المراية. كون ما كنتش كنشوف هاد الوجه هذا كل نهار لمدة 17 سنة، كنت غادي نتخلى في هاد اللقطة. كنت غادي نتخلى من هادشي اللي كنشوف قدامي. انا ماشي شي بنت جدابة، وكتزيد تكمل عليا الباهية ملي كنكون يلا فيقة وما شبعاش ناعس. كنشوف وكنفكر كيفاش زعما البنات كيفيقوا كيوت. تقولي بايتين كيديروا المكياج، وانا واخا نكون ناعسه وانا دايره المكياج راه غنفيق. تشوفيني في الصباح تقولي هادي واقيلا شريك راجل فلونه. غسلت وجهي وسناني، مشط شعري البني الموج، لبست جينز وقبيه من الفوق. طلقت شعري على هاد الفوضى كامله. شفت مره اخرى في المرايه، هزيت كتافي واومأت براسي في تفكير الموافقه. اكيد فانا زوينه، ولكن كل شيء ما كيشوفش الحوايج الزوينه فيه، كيبانوا لينا غير العيوب. وحتى انا راه نفس الحاجه. نزلت للطابق السفلي باش نشوف عائلتي المثاليه ونتمنظر فيهم وهما كيفطروا. قلت لهم صباح الخير ونبرتي فيها التذمر. ما كنتش في شي حاله مزاجيه سعيده، راه هذا هو الصباح ديال الاثنين، واكيد تاهما على نفس الحال. ردوا عليا داك الصباح بتذمر اكثر مني. خديت الكرسي ديالي المعتاد وجلست كنشوف منين نبدا. خديت حرشه درت فيها الجبن وبديت كناكلها. بقى ما كملتش الدومه، اختي كتهضر كلها طاقه وحيويه. وفي وسط حديثها عيطت ليان. دورت غير عيني لعندها وانا حاطه نص الحرشه في فمي. ليان سربي ماكلتك، راه ما نقدرش نوصلك معايا اليوم لليستي. ارشفت داكشي اللي بقى ليا في كاسي ديال الحليب. على الله يرطب ليا هاد نص كيلو ديال الحرشه في فمي ويخليها تنزل. هزيت كارطابلي وانا باقا كنضا وكنجري للباب الخلفي. صرت داكشي اللي بقى ليا في فمي باش تبدا عندي فقره ديال الصواب. بسلامه ماما، بسلامه بابا. وكالعاده حتى جواب. جريت حليت باب ديال الطوموبيل تاع اختي. كنشوف فيها وهي منزله المرايه تشوف مكياجها. واش هو هذا قبل ما تنطلق. سيت فيها وشحال هي مثاليه. كالعاده كنت لابسه لبس لايق بها وعارفه تختار الالوان وعارفه تختار وتنسق بيناتهم. شفت ايضا في شعرها كان اشقر حريري، كان مختلف على شعري. هي كانت ورثته من عند ماما وانا من عند بابا. كان نازل حتى للنصف دارها. جبدت جلوس وعودت شفيفها. لاحظت انني كنشوف فيها. شفت فيا وقالت لي واش شي حاجه في شعري. قبل لا نجاوبها كانت دوزات يديها عليه تتاكد او ديرها كل شيء مثالي. داكشي باش كنشوف. وانتقلت لموضوع اخر. واش عقلتي على داك الولد اللي كيقرا الكيمياء؟ راه ديما كنهضر لك عليه. داك اللي شعره قهوي وزوين وعينيه زوينين ايضا، وكانوا عنده عضلات شويه ماشي بزاف، ماشي بحال اللاعبين ديال الكره. انا حركت راسي بالايجاب وطبيعه الحال هي كملات. راه طلب مني نمشي معاه السينما نهار الجمعه وغوتات من كثره الحماس. ابتسمت ليها باش تسكت. يمكن حسيت بالغيره من اختي المثاليه. كانت مختلفه عليا تماما. كانت مرحه واي شخص عارفه كيبغيها واخا هي هبيله، ولكن ديك الحيويه والمرح اللي كتمتع بهم خلاو شخصيتها زوينه. وهذا الشيء اللي خلاها تكون البنت الاكثر شهره في الليسي. توقفنا في البلاصه المعتاده وقلت لها غنشوفك من ورا ما يساليو الحصص ديالي. حركت راسها على سؤالي وابتسمت. خرجت من الطوموبيل. شفت فيها كيفاش مهتمه انها توصلني لليسي كل نهار. والديا ما فكروش يشريو لي الطوموبيل كيف ما داروا في عيد ميلادها. شراو ليها طوموبيل بيضاء BMW وانا حتى حاجه. فيقني من تفكيري غوته عاليه الاثاره. تبعوها جوج يدين ضعاف تحطوا لي على كتافي وبداو كيزيروا عليا في اطار ما يسمى بالضحك الباسل. بديت كنحاول نبعد. خنقاتني. كانت مروه صاحبتي بدات كتهضر. توحشتك انت غتشري تليفون خلاص. كنبغي نتواصل معاك ما كنلقاش فين. نهدت بصوت عالي. كرهتني في التليفون اللي طاح ليا في البحر وخسر ليا. جاوبتها راه انا اللي خاصني نتشكى. انا اللي ما عنديش تليفون وعايشه بلا بيه مده هادي ماشي انتي. قالت لي وقولي لوالديك يشريوه لك. قلت لها يا على افكار شحال خلابه. واش الذكاء عندكم وراثه ولا غنتي؟ راه قلتها لهم اكيد وقالوا لي كعقاب ليك حنت عصيتي الاوامر الجليله ديالنا ما غاديش نشريوها لك. داكشي باش كنجمع الريال بالريال باش نشريها لراسي. قلت لي يا مروه المهم يلا بلا ما نتعطلوا على ديك الشطمطه ديال اللغه الفرنسيه. دازت نصف المده ديال الدرس تقريبا والملل قتلني وعقلي كيقول لي غير جبدي ما غتشوفكش. وانا كنحاول نقاوم. دورت الكتاب وجبت قلم وملونات وقسمت الورقه وبديت كنرسم.
ملي كنت صغيرة وأنا كنحماق على الرسم، وكون كان بإمكاني نحصل على فلوس مقابل الرسم كون راني وافقت على الفور. صعيبة الخدمة في المجال الفني، داكشي باش باين غنلقى شي حاجة أخرى وغتمشي حياتي عكس داكشي اللي كنبغي. نهت بصوت عالي وأنا ما حساش براسي، حتى كنشوف القسم كل شي داير عندي. عيطت عليا الأستاذة لايان، مالك؟ تمتمت وأنا ما عارفة ما نقول. بديت كنتفتف أنا مزيان، ما كنعرف ما نقول فاش كيتقصدني الشخص مباشرة. ضحكت الأستاذة وقالت لي جاوبيني باللغة الفرنسية. جاوبتها بالفرنسية، ما كاين والو. ومع ديك الفرنسية ديال الله يحسن العوان انطلق الضحك في القسم كامل. كان كل شي كيشوف فيا وكيضحك. كرهت الانتباه وخدودي ولاو حمرين من الخجل. دازت الحصة وبقيت اليوم عادي، ما كانوش شي أحداث حافلة. خرجت البلاصة فين كانت تلقى فيها مع روان، ما لقيتش الطوموبيل ديالها وبديت كنتسناها، يمكن تكون مشات لشي بلاصة وغادي تجي. سمعت شي حد كيعيط ليا بسميتي، الصوت كان مألوف ليا. درت لقيته واحد الصديق ديال اختي، قال لي راه روان. قلت لي راه عندها شي غرض ضروري وما غاديش تقدر توصلك اليوم للدار. ما لقيتش كيفاش غادي تتواصل معك وصلتني نقولها ليك. نهت من الاخبار السيئه اللي جاب ليا وانا كنفكر كيفاش غادي نوصل للدار. شكرته وشديتها كراعيه للدار. بشويه بديت كنحس بشي قطرات، قطره الاولى على يدي الاخرى على وجهي. الشتا بدات شويه بشويه كتجهد. بديت كنجري ومع قاتلني الخمول الجرة ديالي المشيه ديال شي وحدي، وتعثرت في واحد الحجره. شويه ما طحت نولي فور رجع عاوتاني قدام الناس. ما بقى قدامي حتى حل من غير انني نتمشى وندير راسي راني كنستمتع بالشتا. وفي الطريق بديت كنشير على الطوموبيلات، يعني لعل وعسى تشوف لي شي طاكسي وتحبس ليا. كنت شتا جهيده لدرجه ما كنتش كنشوف لاش كنت كنشير. شويه بديت كنشوف واحد الطوموبيل جايه متقصداني وبغات تحبس حدايا. فعلا حبست حدا رجليا. قبل ما نقول ولا ندير شي حاجه قرب مني واحد الشخص ما قدرتش نشوفه، ومن الواضح انه كان دري. ضربني بشي حاجه وطحت على الارض. بديت كنحاول نستجمع راسي ونوض، واخا حاسه بدوخه. حاولت ندفع ونوض من الارض ولكن زادني ضربه اخرى تما ما عقلتش على راسي.